السلام عليكم متتبعينا الاوفياء. اليوم في هذا التحقيق غادي نغوصوا في اسرار واحد القضيه اللي هزات الراي العام، قضيه المرحومه ناديه كاش بليس. كل شيء كان كيظن ان الفاجعه وقفت عند حد الجريمه البشعه اللي تعرضت لها هذه الشابه في مقتبل العمر، ولكن المعطيات الصادمه والمستجدات القويه كشفت عليها التحقيقات الاوليه، والخبره التقنيه غادي تقلب الموازين ديال هذا الملف راسا على عقب من بعد بحث دقيق قامت به المصالح الامنيه في المحافظه العقاريه لتتبع ممتلكات المتهم الرئيسي اللي هو حفيظ. الاسم ديالو بطبيعه الحال حفيظ. ظهرت وثيقه ملكيه سريه نزلت اخواني اخواتي كالصاعقه على عائله الضحيه وعلى الخطيب ديالها عبد الغفور. هذه الوثيقه كتكشف ان وكاله تحويل الاموال اللي كانت خدامه فيها ناديه هذه مده ديال 6 شهور مكتوبه بالكامل في المحافظه باسم ناديه، ماشي باسم حفيظ اللي هو الخمسيني المجرم. نعم اخواني اخواتي، نعم سيداتي سادتي، الباترون حفيظ تاجر الخمسيني قيد هذا العقار والوكاله باسم هذه البنت الدرويشه. واش هذه الخطوه كانت دافع تضحيه وحب، ولا كان وراها مكر ونيه اجراميه مبيته؟ هذا الشيء اللي غادي نفككوه اخواني اخواتي، ونفككوا الخيوط ديالو في الدقائق القادمه كمحللين في هذه القضيه. منين كنجيو نشوفوا هذا المعطى كيطرحوا علينا بزاف ديال علامات الاستفهام. واش يعقل تاجر خمسيني مجرب الحياه فايت ليه الزواج ومجرجر في المشاكل ومجرجر في المحاكم وسبق ليه حتى مطلق، غادي ينوض بكل بساطه ويكتب وكاله تحويل اموال وعقار مشري بالكاش اخواني اخوتي باسم بنت عشرينيه يلا خدمات عنده شهور قليله. البعض غادي يقول هذه مساله ثقه وانه بغى يثبت ليها الحب ديالو والصدق في العلاقه، ولكن الواقع والتحديات كيقولوا العكس تماما اخواني اخواتي. ناديه مسكينه بشهاده الام ديالها والاخت ديالها كانت كتمشي تفتح الوكاله من الصباح بكري وكتعس عليها حتى الليل، وفي اخر الاسبوع كيجي هذا حفيظ وكيعطيها بركه ديال الفلوس ما كتفوتش 400 او 500 درهم. لو كان تصرف حفيظ نابع من نية صادقة وكانت نادية هي الباترونة الفعلية ديال هاد الوكالة قانونيا، واش كانت غادي ترضى تخلي الأم ديالها تضرب الكرفي كيف ما كتقولوا عند الناس وتمسح الحيوط وتصبر لعباد الله باش تعاون في الوقت؟ خصوصا ان الاب ديال ناديه راجل مريض وعنده القلب. المنطق الجنائي كيقول اخواني اخواتي لا بطبيعه الحال لو كانت الفلوس والوكاله ديالها كانت غادي تهز اللي بغات من لاكيس تجلس امها في الدار معززه مكرمه بلا ما تخدم في الديور. ومن هنا التحقيق ياخذ مسار اخر مظلم اخواني اخواتي. الحقيقه اللي كشفتها المعطيات الميدانيه والشهادات، ومنها شهاده الصديق المقرب ديال حفيظ اللي هو العساس الاصلي ديال الليل، كتاكد ان المتهم كان كيعاني مؤخرا من ازمه ماليه خانقه وضائقه ماديه كبيره. العساس صرح بالصوت والصوره ان حفيظ كان كيعاود ليه وكيقول ليه راني غادي نغرق، راني غادي نمشي فيها. اخواني اخواتي غادي يخرج عندنا تحليل واحد اللي هو تحويل الوكاله باسم ناديه ما كانش حب، بل كان خطه ذكيه ومكر شيطاني من تاجر كيعرف منين كيدخل الريال ومنين كيخرجو. حفيظ كان عارف راسو غارق ومقبل على مصيبه كحله، ويمكن يتابعوه بالضرائب او ديون ثقيله كيتسالوها ليه في الوكاله. وباش يحمي راسو بممتلكات ديالو لقى في المرحومه ناديه الرمانه المغمضه اخواني اخواتي، لقى فيها الهوته بنت درويشه يلاه واخده الباك ديالها باغيه غير تعاون والديها وما فاهماش في القوانين والوراق. كان كيقول لها غير وقعينا راه كلشي غادي يولي في سميتك، وهي مسكينه كتوهم باللي هذه مساله ثقه. الخطه كانت واضحه اخواني اخواتي. نهار تجي الضربه وتفرقع الرمانه تجي في ناديه بسميتها وكنيتها والعنوان ديالها وتلقى راسها في المشاكل ويسدوا عليها الحبس وهي تخرج منها بحال الشعره من العجين. في الشق الجنائي من هذا التحقيق فاش قلبنا في السيره ديال هذا التاجر حفيظ وسط الحومه، لقينا ان السمعه ديالو كانت عاطيه. واخواني اخوتي كثير الشكوك، العيالات ديال الدرب كلهم كيتشكاو من التصرفات ديالو، لدرجه ان بزاف منهم صرحوا انهم ما كيقدروش يصيفطوا ولادهم ولا بناتهم للوكاله عنده. نعم اخواني اخواتي، حتى لهذه الدرجه غادي نوافيكم بجميع المستجدات في الفيديو القادم، فابقوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله.